كده وقت قطع مية. مين اللي بره؟ في حد هنا؟ مين بس اللي بيخبط في الساعة دي؟ واو، شكله جميل. يا ترى مين اللي جايبه؟ وقبل ما احط الكلبش في ايديه قام مرة تانية وبالسكينة اللي في ايده قطع صباعي. فضلت اصرخ من الوجع. اسمي مصطفى، بشتغل ضابط مباحث، والنهارده هحكي لكم عن اكتر حادثة مرعبة حصلت لي في حياتي في مكان مهجور وغامض اسمه جبل الشيطان. اللي حصل ده كان سنة 2003 يوم الاثنين. جالنا بلاغ طارق على اللاسلكي، صوت راجل كان عمال بيصرخ. كان بيقول: الو الو، الشرطة، الحقوني الحقوني، فوق الجبل هناك. كان عمال بيصرخ وبيترعش، صوته فيه رعب مش طبيعي. ما قدرناش نفهم هو بيقول ايه بالظبط، بس كان واضح انه كان بيطلب النجدة قبل ما الصوت ينقطع والخط يفصل خالص. فريقي كان مكون من 4، انا وسامي واسراء وادم. خدنا عربيتنا واتحركنا فورا على جبل الشيطان. المكان ده ليه سمعة سيئة جدا،
في سنة 1994 3 أصحاب ماهر وياسمين ونهى راحوا هناك علشان يتفسحوا شوية. بس بعد يومين لقوا جثة ماهر متقطعة. أما ياسمين ونهى لحد النهاردة محدش عارف راحوا فين. لقوا هدومهم وشوية حاجات تخصهم، لكن هم نفسهم اختفوا. أول ما وصلنا للجبل الجو كان كئيب والهدوء مخيف، مفيش أي علامة على وجود بني آدم. مشينا شوية لقينا بيت مهجور شكله مقفول بقاله سنين. قلت بصوت عالي: في حد هنا؟ لكن محدش رد. كسرنا الباب ودخلنا، ولما دخلنا اتفاجئنا بمنظر مرعب. أدوات قتل في كل حتة، مناشير كتير وسكاكين كبيرة وسلاسل كهرباء، دم في كل ركن. سامي قال وهو بيبص حواليه: ايه المكان المخيف ده؟ ده كأنه مسلخ مش بيت. قلت: يا ريت نخلينا في شغلنا، في حد هنا بيقتل ولازم نلاقيه. فضلنا نلف في البيت لحد ما لقينا باب القبر. سمعت صوت منشار كهرباء وضحكة غريبة كانت جاية من تحت. قلت لسامي: افتح الباب. كان متردد وخايف وباين على وشه الرعب. بس أول ما فتح الباب حد شد سامي بسرعة وسحبه جوه القبر. وفي نفس اللحظة سامي صرخ صرخة عالية هزت المكان كله. جرينا وراه علشان نلحقه، بس لما دخلنا القبر لقينا سامي واقع على الأرض ورقبته مفصولة عن جسمه والدم مغرق المكان كله. ولما حاولنا نجري ورا القاتل كان قدر يهرب من ورا باب سري. إسراء بدأت تترعش وتنهار من المنظر. كنت شايفها وهي بتحاول تمسك نفسها. هو اللي بيحصل ده حقيقي؟ مش ممكن اللي أنا شايفاه قدامي ده. وعشان أفوقها قلت لها: احنا هنا علشان ننقذ الراجل اللي اتصل بينا ونقدر نمسك السفاح ده. ركزي معايا. قررنا نكمل ونقبض على المجنون ده. خرجنا من البيت وقلت لآدم: وقف هنا وخليك حارس للمكان، لو في أي حاجة حصلت كلمني فورا. أنا وإسراء كملنا ناحية الاتجاه اللي كنا شوفنا السفاح بيجري منه. واحنا ماشيين حصل اللي ما كناش متخيلينه. فخ كان معمول في الأرض، حبل اتلف حوالين رجل إسراء واتسحب بسرعة ناحية عربية قديمة، والعربية بدأت تجري بسرعة. والراجل اللي كان راكبها بيضحك ضحكة شيطانية، وإسراء كانت عمالة بتصرخ وبتقول: الحقني يا مصطفى، الحقني. جسمها كان بيتسحل على الأرض لحد ما ماتت. فضلت أصرخ وأنا بحاول ألحقها بس ما كنتش قادر. وشها كان مليان دم وجسمها متبهدل. مش قادر أنسى صوت صراخها. كنت بلعن نفسي إني معرفتش أحمي فريقي. رجعت جري على البيت علشان أطمن على آدم بس ما لقيتهوش. فضلت ألف وراه وأنادي عليه: آدم، انت فين؟ رد عليا آدم. وفجأة حد ضربني على دماغي بحاجة تقيلة ووقعت على الأرض، والدم كان سايح من دماغي وأغمى عليا. صحيت بعدها بساعات لقيت نفسي مربوط بسلاسل وحبال وقدامي جثة والمكان كله دم وقطع ايدين ورجلين وادوات اكل. بصيت على شمالي لقيت آدم مرمي ومغمى عليه وايديه متقطعين. كنت هتجنن. فضلت ازعق واشتم القاتل ده: تعالي لو راجل واجهني يا جبان. ولما التفت ناحيته لقيته راجل مشوه وشه مش طبيعي، وكان قاعد على كرسي هزاز عمال يضحك بصوت عالي. فضل يهز في نفسه كأنه مستمتع. وبعد شوية قام راح ناحية آدم وصحاه وفتح المنشار الكهرباء. آدم بدأ يصرخ ويتوسل: لا لا، بالله عليك سيبني أرجوك. وأنا كنت
وصلت. سيبه، تعالى لي انا، قلت لك سيبه. بس الراجل الملعون بدأ يقطع وش آدم بالمنشار، وصوت صراخه كان بيمزق القلب. بعد ما قتله جه ناحيتي وقال لي: انتوا السبب، انتوا اللي قتلتوا عيلتي، كلكم وحوش. ما كنتش فاهم هو بيتكلم عن ايه، بس وانا مربوط كنت مخبي سكينة صغيرة في شرابي. استنيته يقرب ومثلت اني فاقد الوعي، ولما قرب طعنته بالسكينة ووقع على الارض. وقبل ما احط الكلبش في ايديه قام مرة تانية وبالسكينة اللي في ايده قطع صباعي. فضلت اصرخ من الوجع، كان اقوى مني بكتير وكنت حاسس اني بموت. اللحظة دي مش بنساها لحد النهاردة. فضلت قاتل فيه بس هو كان اقوى مني، شكله متعود على القتل. انا ما كنتش عايزة اقتله، لكن هو كان مجنون وهجومي، كان بيهاجمني بأسلحة كتير. بس أنا كنت محظوظ وقدرت أنقذ نفسي بالعافية. دفعته من فوق السلم وضربته جامد، وقبل ما يقوم مرة تانية قدرت إن أطلع المسدس وضربته ضربة واحدة في دماغه، وقدرت إني أنهي حياته. المكان ده اتقفل ومحدش رجع له تاني، بس لسه لحد النهارده الناس اللي بتمر قريب من جبل الشيطان بتحكي عن أصوات غريبة. والأغرب إن مفيش حد قدر يحل اللغز ده ولا يعرف مين الراجل اللي دمر حياتنا كلها.